بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الهريسة الجميلة دي، تحفة جدا جدا. وهقول لكم الفرق بين الهريسة والبسبوسة، وهقول لكم ازاي يطلع لونها حلو جدا كده وطعمها حلو جدا زي ما انا دقتها كده وطعمها حلو جدا. يا رب يعجبكم الفيديو، بس ما تفضلوا للاخر علشان تشوفوا كل التكات والاسرار اللي هتخلي معاكي البسبوسه ناجحه من اول مره وتبقي فيها استاذه ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدا في عمل الهريسه، وفي نفس الوقت هقولك الفرق بين الهريسه والبسبوسه. دلوقتي عندي نص كيلو سميد. السميد المفروض يكون خشن، بس انا عندي النوع دوت هو ده اللي لقيته، لكن النوع الخشن هو ده الحلو في الهريسه، لكن البسبوسه ممكن تكون وسط او ناعم. هنا عندي كوبايه لبن، كوبايه الا ربع سمنه. حاولي تجيبي نوع سمنه يكون كويس وريحته حلوه. هنا عندي كوبايه سكر، نص كوبايه دقيق، معلقتين كبار جوز الهند، لو عندك ممكن تستغني عنهم، لو عندك حطيهم. هنا عندي معلقه جلوكوز، هاخد معلقه جلوكوز. وهنا عندي كيس فانيليا وبيكنج باودر، بصوا شويه صغيرين خالص اللي انا هستعملهم عشان ما تتحولش معاكي الكيكه. معلقه سكر واحده هكرملها، هحطها كده واسيبها لما تسيح خالص وتكرمل كده تاخد لون ذهبي. لما تكرمل بقى هرجعلك. زي ما انتوا شايفين دلوقتي اهو، ما حطيتش فيه السكر خالص، بس لما لونه اتكرمل كده مش هنزود عن كده. هبدا بقى احط عليه اللبن. طبعا تاخدي بالك عشان اللبن على طول هيقفش السكر معانا، بس مع واحده واحده كده على نار هاديه هيبدا يفك. هبدا كمان احط معلقه جلوكوز من اللي انا قلتلك عليها اهي. دلوقتي بقى هحط السكر كمان، بقيه السكر اهو اللي فاضل، واسيبه بقى. انا مش عايزاه يعني يغلي، انا عايزاه يسخن بس ويفك كل حاجه كده. نشتغل بيهم على طول عند المكونات اللي احنا عاملينها هناك، اللي هي السميد على الدقيق على جوز الهند على السمنه. عندي هنا بقى هنشتغل في البسبوسه، هنحط الحاجات المكونات الناشفه على بعضيها. هنا جوز الهند، وهنا الدقيق، معلقه بيكنج باودر حاجه صغيره جدا، وهنا الفانيليا. ونبدأ نقلبهم على بعض كده ونحط عليهم السمنة ونبسهم في ايدينا، يعني نخلي كل جزء من الدقيق والخليط اللي عندنا دوت يجي عليه سمنة. الاول نقلبهم كده ببعض يبقوا كويسين جدا، وبعدين نحط عليهم السمنة. دلوقتي اهو هنحطوا السمنة على المكونات الجافة اللي عندنا. حاولي تكون نوع السمنة كويس. وبصوا بقى هبسها كده ببعضيها، لازم تكون زي ما قلت لكم بسبوسه عشان ببسها ببعضيها. ودي برضو هريسه، برضو لازم ادخل المكونات الجافه كلها كده بالسمنه، تبقى ايه كلها مغلفه بالسمنه عندي. ونوع السمنه كل ما بيكون احسن كل ما بيكون طعمها احلى في الاخر، النتيجه احسن معاكي. يعني حاولت نوع السمنه يكون حلو. يعني بره بقى بيحطوا لها ايه طعم السمنه الفلاحي. وهقولك برضو على حركة كويسة تعمليها لما تيجي تحطي عليها الشربات، تحسسك ان انتي عاملة يعني حطالها سمنة فلاحي، مغرقاها بالسمنة الفلاحي بس. وممكن تستخدمي سمنة من العادية دي في خلال هنا كده سمنة عادية، وتحطي هقولك يعني ايه اثناء ما انا شغالة ازاي يبقى ايه طعمها يديكي طعم السمنة الفلاحي. دلوقتي اهي شايفين زي ما انتوا شايفين كده مرمله. طبعا البسبوسه ما بحطلهاش دقيق، لكن الهريسه بحط لها دقيق. شايفين اهي كده خلاص اهي بقت زي ما يكون رمله عندي اهي منديه. هبدا بقى احط عليها الخليط اللي احنا عملناه على البوتاجاز، والمعلقه اللي احنا بنكرملها ديت بتديكي لون ذهبي، لون حلو جدا وطعمه متميز.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهي نخليه خليط متجانس كده كويس جدا. انا طبعا مجهزه عندي الصينيه ودهنها ماده دهنيه وهبدا احطها. ويستحسن طبعا الهريسه بتبقى عاليه شويه كده، لكن البسبوسه لما بتبقى رفيعه بتبقى حلوه اهي. برضو البسبوسه بتبقى يعني ايه القوام بتاعها خفيف شويه عن كده، سايل شويه عن كده، لكن هنا عندي لا ما بتبقاش سايله قوي. يعني الهريسه ما بتبقاش سايله قوي، بتبقى زي ما احنا شايفينها كده اهي. وهنبدا بقى نفردها. طبعا يعني انا بحاول افتحها كده عشان مش عايزاها تقب وكده، وبعدين هبدا كده اسويها تاني. بصوا كده انا عملت كده عشان لو فيها هوا ولا حاجه تطلعوا كده، لو في فقاعات تطلعوها كده تفتحوها، عشان مش عايزه فيها فقاعات ومش عايزاها تقب. تمام هي كده كويسه جدا. انا اهو حاولت اسويها ما تبقاش صوابع باينه فيها. يعني لو شوف انت تقدري تسويها بايه تاني، ممكن لو عندك حاجه تقدري تسويها بيها كده تبقى ميه واحده. هي كده كويسه اهي زي ما انتم شايفينها اهي. بسم الله ما شاء الله. يعني هنبدا بقى ندخلها في الفرن. الفرن بيكون سخن، وبحطها في الرف الاولاني، ما بحطهاش على الصاجه على طول من تحت في الفرن، وعلى الرف الاولاني. اول ما الحروف بتاعتها تحمر كده نعرف ان هي استوت من تحت. هبدا افتح لها الشوايه، اطلعها فوق افتح لها الشوايه. اول ما تاخد لون ذهبي كده حلو تقومي مطلعاها وتكوني مجهزه لها الشربات. انا هجهز الشربات بقى اللي هو عباره عن ايه، كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وعصير نص ليمونه يبقى خفيف. دلوقتي بقى من اسرار بقى البسبوسه او الهريسه، لو انت عايزه طعمها يطلع سمنه فلاحي خالص، بعد ما تعملي الشربات كده وهو سخن او دافي تسيحي عليه كده معلقه سمنه فلاحي. حتى لو حاطه سمنه من التانية هتبص تلاقيها بتديكي طعم السمنه الفلاحي خالص يعني. بس ده كده سر من الاسرار اللي هقولهولك. وبعد كده بقى ايه هنحطه على طول على البسبوسه اول ما تطلع من الفرن. دلوقتي بعد ما طلعت شايفين لونها حلو جدا ازاي. اللون ده حلو جدا والشربات عندي جاهز. ممكن بقى الشربات في الوقت ده يكون دافي او بارد، المهم الهريسه تكون سخنه. طبعا انا هسيبها هي بتشربها. طبعا نجاحها ان هي تشرب الشربات بتاعها. طبعا بصوا اهي بتشرب اهي اهي 5 دقايق وهتلاقوها شربت الشربات الكمية كلها. وهرجع اقطع لكم منها ونشوف هتبقى شكلها ايه. بسم الله ما شاء الله. شايفين شربت الشربات كله وعليت اهي زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هبدأ اقطع لكم منها حتة ونشوفوها سوا هتبقى شكلها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شكلها تحفة. بصوا بقى اهي شايفين مرملة ازاي. شايفين مرملة ازاي. حلو جدا. شايفين من تحت السوا بتاعها مظبوط جدا. بصوا لونها حلو جدا وشربت الشربات كله. ده دليل على انها ناجحة 100% ومظبوطة 100%. يا رب لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة.